اهلا بحضراتكم من جديد. جيرالدو الانجولي البرازيلي الاصل، 27 سنه، لاعب اشول، بيلعب في كل مراكز الخط الامامي، صانع لعب وهاف رايت وهاف ليفت، عنده قدرات هجوميه جيدا جدا، لاعب مميز، ارتدى الفانيلا الحمراء بعد رحله كانت متخبيه على الناس وفجاه انت استأذنت وسافرت. نبدا منين؟ نبدأ من اختياره جاي ازاي بقى؟ كنا بنتفاوض وانا كنت متصور الحقيقه من ضمن الاسماء المرشحه. كان في صفقه من الدوري المحلي افريقيه. وتصورت انها هتبقى هي الاولويه يعني. فلما جينا نناقشها فوجئت ان لا، مش هي الاولويه. الاولويه للاعب انجولا جيرالدو بتاع اول اغسطس. فبدأنا ان احنا نركز ويعني ما تمديناش في الصفقة المحلية. لكن اللي كان العقبة يا أستاذ إبراهيم حتى من قبل ما أسافر من القاهرة دي كانت المشكلة، وخفت أنها تؤثر على مسار انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي. تدخل أكتر من وكيل في الموضوع. كل واحد يقول لك انا عندي منديت وعايز ياخدك لوحدك، وعايز ينتزع منك ورق من النادي الاهلي ان هو اللي بيمثل اللاعب، تترتب عليه حقوق ليه بقى. فطبعا انا بقيت في حيره. احسم الموضوع وانا في القاهره هنا، ولا وانا على الطياره اقول لهم خلاص اللي يعرف يقابلني في انجولا واللاعب يقول لي هو ده الوكيل بتاعي، هو ده اللي هتعامل معاه. وفي كل الاحوال جبتها لهم على بلاطه. الوكيل اللي بيكلمني ده بيمثل اللاعب ولا يمثلني، يعني ما حدش ملوش حقوق عندي. ما تجيش تقول لي انا قلت لك على اللاعب ما حدش قال لنا عليه، ما هوش في المجهول. ده لعيب لعب معانا قدامنا وشفناه. فطبعا قررت ان انا الجا للحل الثاني. وفعلا وانا قبل ما اتوجه المطار حصل اتصال من احد الوكلاء، استغربت جدا حتى الحوار. يا استاذ عدلي انت هو من يعني شمال افريقيا، من شمال افريقيا، انت مسافر تجيب جيرالدو؟ كنت بعتنا بقى جواب انتظرونا لنادي اول اغسطس. قلت له حضرتك يعني انا مندهش جدا، انت بتسالني ليه؟ قال لي عشان ما قلتليش. قلت له طب اقول لحضرتك ليه؟ باعتبارك ايه؟ قال لي باعتبار ان انا وكيل اللاعب. قلت له اهلا وسهلا، قابلني هناك. قال لي على فكره الرئيس النادي مش هيقابلك لانه هو بعت لي جواب وانا بعت له جواب، وقال لي مش هيقابل، خليه الاول يقول العرض بتاعه عن طريقك وبعدين. قلت له لا، مفيش كلام من ده، انا مسافر. ابعت جواب ليه وانا مسافر؟ يعني انا رايح اقابل واحد ابعت له جواب؟ فمن فضلك انا ما عنديش مشكله، على راسي من عيني وراسي، اتفضل حضرتك انت بتمثل اللاعب قابلني هناك. قلت له وانت في اللحظه اللي بتقول لي انا بمثل اللاعب، في واحد في النادي الاهلي النهارده مصري بيقول انا بمثل اللاعب و معايا منديت منه معايا. قلت له انا لا يعنيني هذا الامر، اللي بيمثل اللاعب هو اللي هيتكتب في العقد، اللاعب هو اللي هيقول مين اللي بيمثلني. وكنت عرفت بقى ان هو له وكيل انجولي زي اللي هو مكتشفه او حاجه زي كده. فقلت من المنطقي ان انا لما اروح هناك مش هقابل غير الانجولي ده، وده اللي حصل. فرحت اول يوم. اول يوم كان فيها اللقطه دي مش كده؟ انا مش شوارب يعني في اول لقطه اهي، انا مش شايفها طبعا. لا ده اخر يوم. هو جاب لك من ورا اللي في النص ده رئيس النادي. واللي على يميني ده مستر باولو نائب رئيس النادي. واللي على شمال اللاعب ده اول واحد في الصوره ده مين؟ ده وكيل اللاعب. ده الوكيل المحلي بقى، مستر نوربرتو. وهرناندو رئيس النادي، وباولو نائب رئيس النادي. وده اللاعب، ده نائب رئيس النادي. ده في الاوضه عندي. جالي الاول، انا اول يوم جالي جilberto قابلني في المطار. وبعدين رحنا
جاب لي اللاعب وجاب لي الوكيل بتاعه. اتكلمنا في كل حاجه وطلباته ومش طلباته، وابتدى يتكلم في طلب، المهم يعني. وبقيت انا على اتصال بالكابتن سيد وكابتن الخطيب عن طريق كابتن سيد، وتوصلنا للاتفاق الخاص باللاعب. هو كان عايز 3 سنين ونص، يعني الحمد لله انه قابل في الاخر تبقى 4 سنين ونص. وبعدين طيب ما تيجي عايز اطلع، انا بروح بقى معايا العقود مختومه وكل، ما بستناش نكتب حاجه هناك، مين هيكتب لك ويعمل لك؟ فقلت له عايزين نمضي، قال لي لا انا يعني معلش عشان رئيس النادي ده صديقي، وانا حقيقي ان هو مش هيغير من الامر شيء غير ان احنا يا ناخده في يناير يا ناخده في الصيف. فقلت له احنا عايزينه في فتره يناير مؤكد، فما تمضي معاه. قال لي لا انا خلاص اتفقت معاك واديتك كلمه، اللي هو الوكيل بتاعه الابو قميص نبيتي ده اللي طيب ماشي. تاني يوم لحد الظهر ما بطلب من الناس، الرئيس النادي كان في البرازيل ورجع يوميها بالليل، فما عرفتش اقابله يوميها. الساعة 3 جilberto كلمني قال لي مستر باولو نائب رئيس النادي هجيب واجيلك عشان تقوا في الفندق. جilberto شغال في نفس النادي ولا نادي تاني؟ لا في نادي تاني. المهم ان جالي مستر باولو اللي هو كان لابس لا مش في دول، ده الوكيل، ودول برضه في الاوضه عندي، في جilberto والوكيل واللاعب. بعد ما توصلنا الى الاتفاق اللي يخص اللاعب. فجالي مستر باولو نائب رئيس النادي وابتدينا الحوار، عايزين $1,000,000. $1,000,000؟ قلت له لا انا ما ادفعش $1,000,000 في الفتره دي. يعني ابتدينا نتفق اهو ده مستر وصلوا بالمكالمات وبتاع، والكابتن $700,000. $700,000. رحنا بعد كده قابلنا رئيس النادي هناك. واحنا قاعدين عرفت حاجتين. اولا توصلت ان ال 700 بقى 600. قدرت توصلهم ل 600؟ مع رئيس النادي قلت له مش هندفع اكتر من كده، وده يعني. وفهمت سر ان ليه مستنيين لازم تاني يوم لما قابل رئيس النادي. اللاعب هو في اكاديميه بتاعه نوربرتو. الاكاديميه بتاعته. فهو له نسب مع النادي. وعايز يطمن على حقوقه، وخناقه. بعد ما اتفقت حتى مع رئيس النادي قلت خلصت، طب من فضلك امضي. واديته العقود برضه، انا رايح بعقد ثلاثي ورايح بعقد اللاعب ورايح باستمارات الاتحاد. العقد الثلاثي اراه رئيس النادي واراه نائب رئيس النادي وخلاص اتفقنا. طب امضي، لا لما يجي وكيل اللاعب. هو امبارح يقول لما يبقى رئيس النادي موجود، وده هو ده اللي ابو فانيلا مقلمه، ده هو رئيس النادي. وهو جنرال. النادي عسكري يعني. اول غصص نادي عسكري. نادي عسكري. ورئيسه لازم يبقى جنرال. الجيش. وراجل لطيف جدا، بس يعني مش حد صارم. عسكري صارم. جم بقى ايه عمالين يرطنوا ويتكلموا يا ابراهيم بلغتهم، وابتدى الصوت بيسخن بينهم. شركاء. يا دي المشاكل. لا ما هو له نسبه يبدو انه بيفصلوا فيها. رئيس النادي بيقول له لا ده كتير. انا لما خدته ما كانش حد يعرفه، حاجات زي كده. فانا وبعدين بصيت لقيتهم في الكلام بيبصوا لي، فقلت لا ده هيشتغلوا عليا انا. رحت قايم واقف وقال لهم نو في وسط الكلام كده، فبصوا لي نو يعني ايه؟ انت فاهم ايه؟ قلت لهم اي حاجه بتفكر متصورين يعني ان انا ممكن هتحلوها على حسابنا في النادي الاهلي. نو كل اللي انتوا قلتوه. بقعد احكي. قلت لهم يعني انتوا بتبصوا لي ليه؟ انا خلصت التفاوض مع كل واحد لوحده ووصلنا خلاص للاتفاق فيما بينكم، دي حاجه فنو.
اذا النقط دي هي اللي حلت الموضوع. ضحكوا اه وراح الراجل ماسك القلم وابتدى يمضي. فجيت حاجه غريبه جدا يعني. وانت رميت نوع كده مش عارف، بس توقعت ان انا توقعت انه إنه 100 اقول له انت بيشتغلوك. ما تقول له يرفع شويه ولا أيوة. يعمل يعني. اه فده اللي حصل يعني. كان قدامي حل من اتنين، يعني انا اسافر بقى تاني يوم. انا بقى بيقولوا لي ايه، طب استنى بكره هنديك القرار ده. قلت لهم لو خلصناش النهارده يبقى معنى كده ان مفيش ديل. اه يقولوا لي ليه؟ قلت لهم لان ايه اللي ممكن يحصل بكره جديد غير كل بالزبط. الاطراف موجوده هنا. بالظبط. ايه المنتظر؟ وانا عايز اسافر بكره. انا عايز اسافر بكره. الاول قالوا لي الوكيل ساكن بعيد، استنيناه يجي ساعتين ولا 3 لما جه، وبعدين ده بكره. والحاجات دي بتخضني، ما انا يعني. فقلت لهم مسافر. اما خلصنا بقى ضربت في دماغي حاجه تانية. خلاص معايا العقود، معايا الاستمارات، معايا زي ما بيقولوا ايه اخلاء الطرف، معايا كل الورق معايا. الله، طب ما انا اخلصه بكره بالسفاره وينزل معاك. صحيح. ايه اللي يخليني اروح مصر وبعدين اعمل له الاجراءات تاخد لها اسبوع ولا؟ فقلت لهم طب خلوه يقابلني يعني في السفاره بكره. انت مش مسافر؟ قلت لهم لا انا هجيب له التاشيره. قالوا لي يعني انت دلوقتي خلاص ما بقتش مسافر بكره؟ قلت له لا احنا كده خلصنا، اسافر براحتي بقى مالكوش دعوه. لا اسافر وقت ما اسافر بقى. فطبعا الجميل في امر السفاره، وده اللي كنت عايز احكيه لك بدري. اولا رحت لقيت السفير كان عنده عازم في بيته السفراء الاجانب اللي موجودين في انجولا، في لواندا. في لواندا. فاعتذر لي، قال لي والله انا عندي ظرف كده. والاستاذ ابو بكر الاشرف اللي هو القنصل ده الشاب اللطيف كده، وقابلني بترحاب شديد جدا. وبعدين قال لي شوف بقى، سعاده السفير اعتذر لك وكل حاجه، وبعدين عمل حسبه كده بطلع وبعد فلوس فلقيته جاله تليفون قال له دي كومبلمنت من السفاره. السفير بيقول لا ما تاخدش من النادي الاهلي حاجه. خلاص دي هديتنا في انتقال هذا اللاعب للنادي الاهلي. الاستضافه، التاشيره ليه رسوم. رسوم التاشيره سوري. له وللوكيل بتاعه. الاجمل انا جيت ماشي فراح نازل ورايا جاي بسرعه الاستاذ ابو بكر وقال لي بقول لك ايه وراك حاجه؟ قلت له ليه؟ قال لي اقعد شويه تاخد التاشيره في ايدك. كويس. انا يوميها اجلت، يعني حجزت السفر ان انا اكون في المطار يعني الساعه 6 بالليل. فلقيت فاضل 4 ساعات على الطياره. قلت له بس انا كمان ساعه لازم اكون في المطار. نص ساعه كانوا مسلميني التاشيره. كلمت الكابتن السيد، بعت له التذكره. جه الراجل زي ما بيقولوا في اعقابي، يعني انا سافرت النهارده وسافر تاني يوم وفي التمرين وعمل الكشف الطبي ومنتظرين بقى بقيه الاجراءات. طيب في سؤال، لانه الناس كتير اتكلمت فيه، ليه الاهلي دخل يشتري دلوقتي لما كان ممكن يستنى لنهايه عقده يخلص نهايه السنه وما يدفعش الفلوس ديت؟ لسبب مهم جدا. ان اولا انت مش ضامن مين اللي هينط لك في الصفقه. ولو استنيتها للصيف توصل لكام؟ اللاعب بقى صحيح مش ضامن ان النادي يتنبه ويجدد له عقده. ده اللي كانوا بيتكلموا فيه واحنا قاعدين. ان يجدد له عقده وبعدين يخرج بطريقه يبيعه هو على الارض قويه شويه. والراجل رئيس النادي قال لي كده وانا بكلمه، وقال لي لا هو انت مين قال لك ان انا مش هديله عرض احسن من اللي انت مديهوله؟ ده لعيب مهم جدا عندنا فانت انت هيستثمروا بشكل اهلي وكل حاجه، بس انا بالنسبه لي كمان اذا ما حققتش المزايا اللي انا عايزها لا انا هجدد له. وبعدين اللي تقدر تخلصه النهارده ما تستناهوش لبكره. وكنا بنعملها مع النادي الاسماعيلي كتير.
يعني عبد الله السعيد قبلها ب6 اشهر خدناه من باستغنى. لانك ما تضمنش شريف عبد الفضيل تنتظر حاجات كتير طالما انك تقدر تخلص، وطالما ان في اسباب منطقيه، وطالما بتوصل الى ديل يعني معقول، فخلاص يعني هو معاك. وبعدين ممكن تحتاجه جدا في الدوري المحلي. طبعا. يعني انت ما هو انت مش حياتك الافريقيا فقط. ايوه، هي اهم البطوله بتلعبها، بس اهم منها اللي بيخليك تتاهل للبطوله الافريقيه الدوري. فانت عايز برضو انك انت خلاص تطمن ان كيانك وملامح فريقك اتكون قدامك. وبعدين ما معكش في افريقيا السنه دي، معاك ان شاء الله السنه الجايه يعني. وعشان كده ما دي احد الاسباب ان انا قلت له لازم 4 سنين ونص. 4.5. مضى 4 سنين ونص معانا. الترجي كان داخل في الصفقه؟ والله اللي اتقال لي يعني الوكيل اللي هو كان التونسي اللي كان بيقول انا الترجي. طب لما كلمه كنت في المطار راح لك هناك ولا ما ظهرش؟ لا ما جاش يجي ولا جه هنا. هو بس حدف كلمتين كده النهارده عشان يبوخ الليله لانه مش فيها. حاجه اسمها حاجه بن صالح ولا هشام؟ ما اعرفش. حاجه بن صالح. قال يعني الاهلي اشتراها بعد ما كان المفروض يستنى، ولو كان استنى كان خده ببلاش. وليه الاهلي دفع 600,000 دولار؟ قال لك دفع مليون دولار. دفع $1 مليون وكنت اقدر اجيبه له 600. طيب والاهلي ما دفعش مليون اصلا؟ دفع 600. فقط 600,000 دولار. 600. 600,000 دولار. انما الفكره كلها ده دليل ان ما كانلوش دور. ايوه. يعني الكلام اللي طلعه النهارده دي الحرقه بقى. ايوه. طيب قال ان كان في كلام مسبق من بدري مع النادي الاهلي. النقطه المهمه مفيش وكلاء هتاخد حاجه من النادي الاهلي في هذا الامر. ايوه. وهو برضه لما قلت له قال لي ازاي ده انا بعت لك جواب. قلت له يعني انت بتقول لي على لعيب انا عارفه وشايفه، وبتقول لي ان عندك من ديت منه انك انت بتمثله، ازاي انت تبقى محامي بتاعه وبتاعي؟ ما ينفعش. صحيح. ده حتى الفيفا ابتدت تتنبأ يعني لده. ورغم هذا الناس ماشيه بالمنطق ده، عايز ياخد منك ومن النادي ومن اللاعب. يعني ما ياخد من كل حد 10% زي ما هم بيطلبوا، يعني اللاعب فجاه يزيد 30% لتدخل واحد في النص ملوش دور. اتكلمت معاه اللاعب جيرالدو؟ لا، ما انا قبل ما اروح يا كابتن سيد اعرف لي مين وكيل الراجل ده. فقال لي جilberto ساله، قال له لا ده انا الوكيل بتاعي انجولي ومحدش تاني. قلت له عشان هيكتب ده كده هو في الاتفاق. يعني جilberto انت من اول ما رحت او من هنا وفي اتصال مع جilberto؟ لا، جilberto هو عشانه بيتكلم انجليزي وبيشاور بالعربي. ايوه. وبيتكلم انجولي ضروري يعني. صحيح. وحابب طبعا الاهلي وحابب يساعد. حابب الاهلي وحابب يساعد، حابب يبقى مرتبط. ده جilberto لما جاب لك جيرالدو في الاوضه؟ لا، ده خلاص بيمضي العقد بقى، ده كان في مكتب رئيس النادي. ده في صوره ليهم هما الاثنين مع بعض. ده في اول صوره اللي هي احنا الاربعه. انا وهو والوكيل واللاعب. دي في ده رئيس النادي. ده رئيس النادي. برضه ده في مكتب رئيس النادي. يعني اعتقد. وده الوكيل. ده في الاوضه. ده جilberto بقى في الأوضة. وجيرالدو. جilberto جيرالدو نوربرتو اسمه الراجل اللي وهو عنده اكاديميه لاكتشاف المواهب في انجولا. وده خريج او هو احتضنه من يوم ما رجع من البرازيل، لان هو له اصول برازيليه، جذور برازيليه. هو في شبه كبير قوي من جilberto يعني في الصوره هنا، بس لا لما تقابلهم لا مش شبه بعض. مش شبه. جilberto بقى حدثني بقى عن دوره في الموضوع. انه موجود معايا باستمرار، انه راجل بيترجم كل كلمه. انه اللي مش عارف اوصل له بيجيبه لي. لا كان مفيد جدا جدا. استقبلك من اول ما رحت؟ تستناني في المطار وتصلني لحد المطار. هو واللاعب كمان. يعني لدرجه انه كان متفق مع قناه تلفزيونيه عملت معانا انترفيو على باب المطار في برنامج تلفزيوني هناك. معاك عن ضم جيرالدو؟ معايا ومع جilberto مع اللاعب بعديه، يعني عملوا تسجيلات
حاولت ان انا يعني يبعتوا لي اللينك عشان نشوف قالوا ايه يعني في التلفزيون الانجولي، ما جاتليش يعني. اللاعب كلمته على الاهلي، عنده انطباعات؟ عارف الاهلي جدا. امم وجilberto وفلافيو عاملين حاله للنادي الاهلي في انجولا هايله. لمستها هناك. طبعا طبعا. الناس تقدر النادي الاهلي تقدير عظيم جدا من خلال كلام، وهو الحقيقه يعني وده اللي طمني قبل السفر شويه. ان لما جت سيره ان في انديه بتفاوض جilberto وفلافيو والمشوار، فجilberto قال لهم اسمعوا، هو عارف يعني ايه في النادي الاهلي وعايز يلعب في النادي الاهلي. ده جilberto. جilberto لما اتكلم معاه قال له هو عارف النادي الاهلي وعايز يلعب في النادي الاهلي. وحتى انا الكلمه بتاعتي يعني في التلفزيون بيقولوا لي اشمعنى يعني اللاعب ده من انجولا، ايه اللي لا، قلت لهم بالاضافه الى الجود كواليتي بتاعته واحنا متابعينه كويس، لكن احنا لينا يعني 2 سفراء انجوليين في الشارع المصري بيحبوهم المصريين لدرجه انهم بيعتبروهم مصريين زيهم. واعتقد ان هم بيبادلوا مصر نفس الحب من كتر الاجتهاد والاخلاص والانضباط والتواضع والخلق. فاذا هو هيبقى زيهم هيبقى نجاحه مؤكد يعني باذن الله. جilberto قال لك جيرالدو بيلعب في انهي مركز تحديدا يعني المفضل عنده؟ لا هو قال لي بيلعب يعني من تحت الفراوده كده، يعني اللي هو الشادو سترايكر بيسموه دلوقتي شبابنا الحلو بتاع الفيسبوك. ده اخونا جيرالدو بعد ما وصل في تمرين النهارده هو ابتدوا هجسوا عليها بدأ دخلوا بقى في الهزار معاه. ايوه هو لطيف، عنده ابتسامه وواضح ان هو يعني بيحب يعيش كويس يعني. يعني راكب عربيه انجليزي 4x4 حاجه جامده قوي بتاع، يعني تحس ان هو يعني واد نزيه يعني. لا هو واضح انه كان محط انظار، لانه ناس كتيره كانت مهتمه بيه الفتره اللي فاتت. نتمنى له بقى التوفيق يعني، هو ده اللي يهمنا، انه هيعمل ايه معانا. اهو بداوا بقى اللعيبه واحد بالتاني، ما بقول لك يبداوا يترجموا له ولسه ما استلموش سعد يعني. طيب المشوار ده كله يفكرك بحد يعني الرحله ديت؟ لا هي المفروض انها تفكرني بفلافيو. فلافيو لا فلافيو كانت اسرع. ما كانش فيها وكلاء، ما كانش فيها يعني مني للنادي، فلافيو والنادي. فخلصتها بالليل والصبح كنت ما شفتش فلافيو هناك؟ لا ما شفتش فلافيو، ما كانش عندي كمان وقت ان انا يعني انا ما خرجتش من باب الاوضه غير على مكتب رئيس النادي وعند السفاره ادي. الجو هناك كويس مش كده؟ الجو ادفى شويه من هنا. نزلت دبي ترانزيت يوم او يوم ونص كمان. وطولت القعده. لا مش يوم، لا عده ساعات يعني. انت بيت ما هي بتبات بالليل وتركب الصبح بدري. ده اول تدريب امبارح لجيرالدو في النادي امبارح. وجودك في دبي وكاس العالم في الصخب بتاعها كاس العالم للانديه، حسيتها هناك؟ في المطار ما حسيتش حاجه. لان انت نزلت مطار دبي وانت بتنزل بقى وبيكون وقت على الفجر. يعني ما بيكونش في لحظه الحدث وناس رايحه كتيره وناس جايه. انما حسيتها، وانا انا فكرت ان انا طب ما دام نازل ترانزيت ما اخش. حاولت كده، فهمت ان صعب جدا اقابل اي حد في الوقت ده. تخش على فين؟ يعني اتفرج على البطوله. على البطوله بس. اهلا بحضراتكم من جديد. جيرالدو الانجولي البرازيلي الاصل، 27 سنه، لاعب اشول، بيلعب في كل مراكز الخط الامامي.